السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. النهاردة بإذن الله هنعمل وصفة سهلة وسريعة ولذيذة وشتوية جدا، يعني أي حد بيدور على الدفا يجي معي. يلا بينا نعمل الوصفة الحلوة دي. عندي هنا قرنبيطة تكون نظيفة بقى وحلوة كده زي ما انتوا شايفين، بيضة وقمر كده. بجيب القرنبيطة ديت بقطع منها بقى الكمية اللي هشتغل فيها. طبعا احنا مش هنعمل القرنبيطة كلها لان الوصفة دي بتفرط بطريقة رهيبة، يعني عشان تعملي القرنبيطة دي هتعمل لك حلة قد كده تقعدي تاكلي فيها شهر. لا، انا هعمل قطعتين كده على القد، يعني الحتتين اللي انا هقطعهم دولت هيعملوا لي طبقين محترمين يعني. فما ينفعش اعمل القرنبيطة كلها لانها الا اذا كنت عيلة كبيرة يعني ما شاء الله. فبعد كده هقطع بقى الكمية اللي انا هعملها وبقطعها كده قطع صغيرة إلى حد ما، مش فرافيت يعني، بحطها يعني بتبقى قطعة كده متماسكة وحلو. تمام. طبعا الوصفة دي يا جماعة أنا ما كنتش أعرفها زي كتير من الناس، بس حماتي ربنا يديها الصحة بتعملها وبتحبها قوي ودوقتها لي فعجبتني جدا وقررت إني أعملها معاكم. بعد ما بقيت بعملها على طول يعني زي ما اتعلمتها منها. بعد كده بركن القرنبيط اللي انا قطعته، بجيب عندي بصلايه كده بنضفها. وببدأ اني اقطعها كده مكعبات صغيره زي ما بقطع على اي طبيخ عادي خالص. تمام كده. عايزه اقولك ان الوصفه دي تقدري تحط لها اي حاجه انتي بتحبيها من الخضار كمان، يعني مش اللي هي مقتصره على القرنبيط بس. تقدري تحط لها كوسه، خضار، اي حاجه. عندي بقى عصير طماطم، وعايزه اقول لك ان الطماطم انا ما بصفيهاش، بنضفها وبحطها زي ما انتوا شايفين كده. في الوصفه دي يعني مش بصفيها. عندي كده قطع من السمنه محترمه وبحطها في الحله اللي هشتغل فيها، وبحط البصل اقلبها لحد ما تصفر، وبنزل عندي في عصير الطماطم. بعد كده نزلت بمعلقه من السكر علشان بتكسر الحموضه وبتديني طعم حلو قوي. وبحط كده شويه صغيرين من البهارات وحبه من الملح وانا مش ما كترتش الملح لاني هحط شوربه مملحه. تقدري انتي تستبدلي الشوربة بمرق الدجاج ماشي، تكتري الخير بتاعها شوية ماشي، تحط فيها حتة دهنة ماشي، اللي يريحك. بعد كده بحط الطماطم، مش عايزاها تتسبك وتنشف قوي، بتكون صيصة معايا شوية كده. بعد كده بحط فيها القرنبيط كده وببدأ اقلبه كله ياخد ايه طعم الصلصة كده. وزي ما قلت لكم بقى انا هحط لها شوربة. وما تكتريش شوربة قوي لانه ما بياخدش سوى، يعني زي ما انت كده بتيجي تسلقي القرنبيط اللي هتقليه، يا دوبك بتحطيه 10 دقايق على النار بيكون استوى معاكي، هنا نفس الوضع. فما تكتريش شوربة قوي ان هي ايه تكون صيصة معاكي، بعد ما يستوي يكون ايه غرقانة في شوربتها كده، لا حطي على القد. إيه، حطيت انا قرن كده من الشطة وده اختياري، لو حابه تحطيه ماشي، مش حابه براحتك خالص. تقدري تحطها كمان شطه حراقه لو بتحبي الحاجه حراقه كده وحرشه يعني. إيه كده بعد ما استوى معايا وما خدش 10 دقايق زي ما قلت لك، بتقدري بقى تاكليه باللقمه، تاكليه مع الرز. بس هو كده لوحده وجبه متكامله. تقدري بقى تجيبي شويه مخلل القمر كده وتجيبي العيش البلدي بتاعك وتغمسي زي ما قلت لك كده. تقدري تضيفي له كوسه للطبيخ ده، تحطي فيه بطاطس، تحطي فيه قلقاس، تحطي فيه بسلة، تحطي فيه حتى عدس، اي حاجة. وصفة جميلة قوي، يا رب تعجبك.